علاقة بين يوتيوبر يمني وطالب سوري تنتهي بمحاولة الشروع في قتل في مدينة 6 أكتوبر. لو عايز تعرف الحكاية تابع معايا. خلال الساعات اللي فاتت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اخطار من مستشفى باستقبال شاب يبلغ من العمر 30 سنة ويحمل جنسية دولة اليمن وبيشتغل يوتيوبر. وقتها الأجهزة الأمنية انتقلت للمستشفى وبعد كده انتقلت لمكان الواقعة ومسرح الجريمة وبدأت تحقق وتفرغ كاميرات المراقبة. التحريات كشفت ان اليوتيوبر اليمني على علاقة بطالب سوري يبلغ من العمر 18 سنة. التحقيقات كشفت ان المجني عليه والمتهم كانوا بيمارسوا العلاقة اكتر من مرة، وفي يوم من الايام اختلفوا، فقرر الطالب السوري انه يطعن المجني عليه طعنات نافذة في ظهره وهرب من مكان الواقعة. وقتها الأجهزة الأمنية قدرت إن هي تكثف تحرياتها وتم إلقاء القبض على الطالب السوري وتم تحرير محضر ليه بالواقعة، وقدام النيابة العامة اعترف تفصيليا بالواقعة. وخلال الساعات اللي جاية